يبقى ده يا جماعة الزيتون التفاحي. انا فدغته كده بايد الهون اهو، او باي حديدة عندك تفدغيه. مش ده كيلو زيتون تفاحي فدغته. هنقعه بقى في مية وملح، مية وملح كل شوية. نغير عليه المية والملح، يعني كل يوم 3 ايام هنغير عليه المية والملح مرة واحدة كل يوم. بس بعد كده تصفي عنه المية والملح وبتضيف عليه مية جديدة، مية عادية خالص من غير ملح، من غير ملح. الملح ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 معالق ملح لكل كوباية، 3 معالق ملح لكل كوباية. بعد كده هتضيف عليه مية عادية خالص. اهو يا جماعة الزيتون نقعته في مية وملح. يبقى ده يا جماعة الزيتون التفاحي. انا فدغته كده بايد الهون اهو، او باي حديدة عندك تفدغيه. مش ده كيلو زيتون تفاحي فدغته. هنقعه بقى في مية وملح، مية وملح كل شوية. نغير عليه المية والملح، يعني كل يوم 3 ايام هنغير عليه المية والملح مرة واحدة كل يوم. بس بعد كده تصفي عنه المية والملح وبتضيف عليه مية جديدة، مية عادية خالص من غير ملح، من غير ملح. الملح ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 معالق ملح لكل كوباية، 3 معالق ملح لكل كوباية. بعد كده هتضيف عليه مية عادية خالص. اهو يا جماعة الزيتون نقعته في مية وملح.